حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. صباح الطاقات الإيجابية، صباح الجمال، صباح الهنا والسعادة، صباحكم فل وهنا وسعادة. بصوا بقى يا حبايبي، فيديو النهاردة حلو قوي من أوله كده في الطبيعة كده. نشرنا الغسيل في الشمس والحمد لله. اللي جوزها بيحبها الشمس بتطلع لها، الحمد لله يا جماعة. أنا مبسوطة قوي اللي الشمس طلعت لي المرة دي. دلوقتي بقى نازلة تحت بقى نشوف هنعمل إيه في المطبخ. يلا بينا نعمل أكلة متينة تدفينا في الشتاء، وكمان يعني على قد الايد في نفس الوقت. تمام. طبعا انا اول ما ببدا اي حاجه في المطبخ بحب ان انا ابص على البوتاجاز بتاعي، يعني مثلا يكون عليه حاجه واقعه مش نضيف شويه ولا حاجه، بحب انضفه كده واظبطه وهندسه عشان يبقى مستعد للطبخه كده بنفس، يعني نطبخ كده واحنا حاجتنا نضيفه وزي الفل. طبعا شايفين البوتاجاز ما هوش وسخ ولا حاجه، يدوبك بس ايه يعني تلحويسه كده مطرح ايه ما كنت مقمره عيش، ما كنت مثلا حاجه حطاه على النار كده، يعني مش بسيب فضلات كتير على البوتاجاز بحيث ما تتراكمش وتتحرق، والبوتاجاز يبقى شكله كده ايه، لا يسر عدو ولا يسر حبيب. طبعا احمد ابن حبيبي، حبيبي يا احمد، بحبك موت، ربنا يخليك ليا، وربنا يا رب يطعم كل مشتاق يا رب العالمين. طبعا دلوقتي بغسل بقى البوتاجاز بتاعي، وبمسك الفوطه دلوقتي انضفها وابتدي المع البوتاجاز بتاعي عشان يبقى زي الفل. عايزاكم يا جماعه اللي لسه بقى ما اشتركتش في القناه، يلا اشتركوا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، ويوصلك فيديوهات ام علاء وعلا اول باول. طبعا ام علاء وعلا ان شاء الله هتعمل لكم فيديوهات جامده جدا الايام جايه يا جماعه، ان شاء الله مليئه بالخير. عايزين كلنا نتفائل كده بالخير والسعاده مهما تكون الدنيا ضاقت علينا. عايزين يبقى عندنا امل كده في ربنا اللي بكره هيبقى احسن ان شاء الله، لان ربنا موجود وربنا ما بينساش حد. تمام. طبعا الحله بتاعتي قديمه، ما تعيبوش عليا يا جماعه، انا ست بسيطه، يعني ست ابسط من البساطه كده زي ما بيقولوا. والله على قد الحافي بمد رجلي، مش هقول مثلا عندي حله قديمه فانا هخبيها عليكم او اداريها او بعد التصوير هبقى اطلعها، لا والله. اللي يعني عايزين تحبوني حبوني كده ببساطتي بتواضعي. تمام. طبعا دلوقتي سلقت العدس بتاعي، هنعمل بقى حلة عدس متينة بتدفي الشقيان وعلى قد الايد وعلى قد حالنا، لان كل حاجه يا جماعه غاليه جدا. الفراخ في الطالع واللحمه في الطالع، حتى البيض نفسه كمان في الطالع، فاحنا نمشي نفسنا على قد الميزانيه بتاعتنا ونمشي حالنا بنفسنا. ما نقولش بقى ايه نستنى بقى ايه على ما الحاجه تنزل، يعني لازم برضو نمشي نفسنا. تمام. فانا دلوقتي رحت محمره شويه شعريه، ورحت جايبه بصلايه كبيره كده فحل بصل زي ما بيقولوا مقلياه، وجايبه 3 طماطمات مصفياهم وحطاهم كده، عملت التسبيكه بتاع العدس، وهيبقى عدس بسيط جدا جدا وطعمه ألذ، واتحدى اي حد يعمل احلى من العدس ده. يعني حتى لو عملتوه بالجزر بالبطاطس وحطيتوا جميع الحاجات اللي بتحطوها فيه، صدقيني الحاجه ما تكون بسيطه بتبقى طعمها حلو وعلى قد الايد في نفس الوقت. ومش هنقول بقى لازم يكون عندنا جزر ولازم يكون عندنا بصل، واروح لام فلان ولام علان اخبط عليها واقول لها والنبي جيبي لي جزر على منزل السوق بجيب لك الجزر اللي انا سلفاها منك، والكلام ده كله مش عايزين الكلام ده كله. عايزاكي تبقي ست شاطره قوي وتمشي نفسك على قد ما تقدري بالحاجه اللي موجوده عندك. يعني انت لو عندك عيش وجبنه حطي طماطمايه وحطي شويه زيت ودقدقيهم على عودين جرجير او قرن شطه او بصلايه، واعملي الغدا بتاعك او الاكل بتاعك، ومشي نفسك من غير ما تحوجي نفسك لحد. تمام. التخديعه بتاعت السبيكت وبقت زي العسل كده، والعدس بتاعي استوى وبقى زي البهاريز. خدتهم ضربتهم في الخلاط وصفيتهم ونزلتهم في حله وزودتهم شويه ميه، واول ما غليت معايا، اول ما غلي العدس معايا، ورحت نازله بالشعريه بتاعتي. طبعا ما كانش عندي شعريه عشان ما اضحكش عليكم، انا عندي كيس مكرونه اسباجيتي بس جبته لقيته رفيع جدا جدا. المكرونه بصوا عامله ازاي يا جماعه، اقسم بالله العظيم زي ما بقول لكم، كسرته كده شايفين رفيعه جدا عامله زي الشعريه. فضلت اكسر بايدي كده لحد ما عملت شويه حلوين، ورحت محمراهم وكده الشعريه بتاعتي اللي انا سقطتها في قلب العدس. ما اقولش بقى لازم اروح اجيب كيس شعريه وانا ما عنديش، لا انا عندي مكرونه حلوه قوي رضا، غيري ما عندوش مكرونه يمكن انا احسن من غيري. تمام. عملت شويه عدس حلوين يستاهلوا بقكم، وكده بقى غرفنا العدس وطبق مخلل يستاهل بقكم والعيش البلدي، ونقعد ناكل بالف هنا وشفا. اتفضلوا اتغدوا معانا.